سامي. سي احمد، سي احمد. هذه اول دار ثقافه اللي كاينه في اقليم الحوض، وبالطبع بالنسبه لوزاره الثقافه اللي دائما كانت كتدافع على وجود المجال الثقافي في العالم القروي، الا وهي مهمه جدا بالنسبه لنا. تحدي يعني بعد افتتاح هذه الدار الثقافه، الا وان يكون هناك تنشيط، يعني ليس فقط مناسبات، بل يكون تنشيط يومي. مجموعه ديال الانشطه اللي خصنا نقدموها للشباب والشابات المنطقه، مجموعه الانشطه اللي خصنا نقدموها في الاخير للمواطنات والمواطنين، لان المجال الثقافي ما كيهمش فقط الشباب بل كيهم الجميع. وهذا الشيء اللي غنسهروا عليه ان شاء الله مع المدير اللي تم تعيينه في هذا المركز، مع المديريه الجهويه. ومن الاسبوع المقبل هناك مجموعه ديال البرامج اللي حاضره على الصعيد الوطني، اللي غنطلبوا منهم بالطبع باش يكون يعني حتى هذا المركز يستافد منه. الفكره يعني وراء هذا المركز ان كتشوفوا ان هناك يعني مازال مجال للاستثمار في اماكن ثقافيه اخرى، وهذا الشيء اللي غنخدموا عليه باش يكون استثمار وراء هذا المركز ديال واحد الميدياتيك، باش نقربوا حتى الكتاب يكونوا انشطه حول الكتاب في هذه المنطقه. ولما لا يكون واحد الكونسيرفاتوار للموسيقى. اعتقد ان الموسيقى الاصيله المغربيه خصها تدخل حتى هي لمدينه حوز، وتمكين الشباب والشابات من هذا المجال الموسيقي كنعتبره مهم. هنا كنتكلم بالطبع على الطرب الاندلسي، انا كنتكلم على مجموعه ديال التراث الموسيقي المغربي اللي بغينا هذه المنطقه يكون لها حتى هي الحظ بهذه الاستثمارات. وهذا الشيء اللي ناقشناه مع السيد رئيس المجلس ومع المنتخبات والمنتخبين المحليين، باش يكون واحد الشراكه في هذا المجال، باش يكون واحد الاستثمار مشترك. انا كنقول فقط افتتاح البنايه هي البدايه ليس بالنهايه، وهذا هو التحدي اللي عندنا ان شاء الله. شكرا. السعاده تقريبا المحليه في فرنسا، وهذه العلامه في الواقع الثقافيه التي اوجدت بداخل هذه المدينه، فهي مجال للفعل الثقافي في مدينه تورين، وكذلك بالنسبه للجماعات المجاوره، وكذلك بالنسبه لواحد العدد ديال الشباب والشابات اللي عندهم طاقات كبيره في هذه المناطق، وكيلقاو في الشواء. لان هذا مكان ديال الطاقات الشابات في المسرح، في الثقافات، في السينما. وراه دخل كذلك الوزير في المشروع ديال 150 سينما اللي غيدير هذه السنه. اذن غتكون من هذه السنه غادي يخدم المجال الثقافي في المسرح في جميع المسائل، وكيخدم حتى كسينما باش يمكن دائما يكون فيه العمل. وكذلك اتفق مع السيد الوزير اللي شاف هذه المعلومه كبيره جدا على ان شاء الله في هذا الشهر 6 ولا 7 غادي تنظم ان شاء الله اكبر، لما نسمي احنا المهرجان الاول للثقافه الامازيغيه، اللي غادي يكون ان شاء الله اللي غادي تديروا وزاره الثقافه ان شاء الله في تونس في 6 ولا 7. زياده على ان الجمعه الجايه اذا فتحناها اليوم، الجمعه الجايه ان شاء الله راه غادي يكون فيه واحد المسرحيه كبيره جدا اللي جات مع المناسبه ديال وفاه واحد الفنان الكبير جدا، الفنانه الكبيره جدا اللي مات. اذا غتكون مناسبه وللترحم عليها، ومن كتابه المسرحيه اللي غتكون ان شاء الله الجمعه من كتابه واحد الفنان كبير في المغرب اللي توفى هو الاسبوع اللي فات. اذا حنا فرحانين، الناشط السكان فرحانين بهذا المكان. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.